بص بقى، مخنوق، مبسوط، قرفان، جعان، شبعان، ايا يكن نفسك هتفك على فيلم. انت قاعد في وقت فاضي لازم نفسك تتفك تتفرج على الفيلم، امال هتعمل ايه؟ خليك معايا لو عايز تعرف تتفرج عليه وما تتفرجش على ايه، على حسب شعورك. لو انت فرحان عادي وعايز تضحك اتفرج على فيلم لبلب والسبع تلام. الفيلم كله من اوله لاخره بصراحة جميل، انت حافظ الفيلم وشفته 1000 مرة، بس الفيلم كده يشدك كده، بيبقى انت عارف القلم هيجي ازاي، بس برضه هيشدك عشان تتفرج على القلم جاي ازاي واللي بعده واللي بعده، مع ان انت عارف الفيلم، بس الفيلم حرفيا ما تزهقش منه. اما بقى لو انت مخنوق شوية وعايز تضحك اتفرج على فيلم 55 اسعاف. فيلم 55 اسعاف بتاع احمد حلمي ومحمد سعد، الفيلم ده حرفيا لازم يضحكك، لو ما ضحككش في المشهد ده هيضحكك في مشهد تاني، لو ما ضحكتش طول الفيلم كله روح اكشف عند دكتور نفساني، ما ينفعش. لا وانت بقى متجمع انت والاسره الكريمه يبقى تتفرج على مسرحيه. عندك اتنين كده اوكي والعيال كبرت، والاتنين ما يقلوش حاجه عن بعضهم، الاتنين في منتهى الكوميديا الرائعه وفعلا يتفرج عليه اسره. اما بقى لو انت مسافر قريب بالقطر فاوعى تتفرج على فيلم ساعة ونص، الفيلم هيخوفك من القطر، غير كده هيقرفك من الدنيا باللي فيها، فبلاش ابعد عن الفيلم ده. لكن لو عايز تنكد على نفسك اتفرج على الفيلم ده، الفيلم ده كئيب جدا بصراحة ويقرف يعني. ولو انت بقى حاسس بشوية تلبت في الاحساس كده اتفرج على فيلم كوكو، هو فيلم انيميشن لكن حرفيا هيهز مشاعرك، يعني هيهز مشاعرك اذا كان مشاهد رومانسي، مشاهد كوميدي، مشاهد حزينة، الفيلم ده هيحرك مشاعرك. انا عن نفسي منكرش ان انا دمعت في مشهد او مشهدين فيه، الفيلم بصراحة جميل اذا كان من اغاني او احداث او مشاعر، الفيلم بجد جميل جدا. ولو انت لسه واكل وحابب تحلي بس مالكش نفس او نفسك مقفولة اتفرج على فيلم خرج او لم يعد. يحيى الفخراني عامل لك فيلم خرج او لم يعد، الفيلم ده فيه كمية اكل رهيبة بس بطريقة كوميدية، الفيلم مش بيركز على الاكل بس، فيه مشاهد اكل كتير كوميدية. ولو المشاهد الاكل دي مش هتجوعك فالضحك هيجوعك، على فكرة فيلم كوميدي جدا. عايز بقى تحس بخنقة شوية كده، عايز تحس بقى بفيلم كده حرفيا يجيب لك خنقة كده، اتفرج على فيلم 45 يوم. فيلم بتاع احمد الفيشاوي كده، اللي هو عزت ابو عوف طول اصلا الفيلم كبير صغير مش بيعمل له حاجه غير يقول له يا مريض ويخش يرزع فيه بس كده، هو الفيلم كله نكت. حاسس بقى انك مظلوم في الدنيا ومظلوم وسط اهلك ومظلوم وسط اخواتك اتفرج على فيلم دكان شحاته. معهوش سلاح يا عم، والله ما معه سلاح يا عم، اقسم بالله ما معاه سلاح، فيلم بجد ما فيش اخوات كده يا جدع، في حد يعمل في اخواته كده؟ ما تعرفش كده بقى. فيلم بجد ظلم الدنيا والاخره، مع انه فيلم سياسي اصلا، بس هو جايبها لك في اخوات يعني. فيلم هيخليك تكره محمد كريم بجد، يعني محمد كريم فعلا عامل دور هنا الناس كلها هتشتمه، ما فيش. عايز تطلع بقى من النكد ده كله والقرف ده كله اتفرج على فيلم غبي منه فيه، هيغير مودك، يعني هيغير مودك. الفيلم ده مع حسن حسني والفنان هاني رمزي، حرفيا عاملين اجواء كده مش كوميدية، اجواء رهيبة، اجواء كاريزما ضحك، فبص فظيعة. بس كده لو عايز تتفرج بقى على فيلم ايه وانت مودك بقى زعلان فرحان جعان نعسان، اشترك في القناة ماشي، اشترك في القناة، مش هقولك تاني اهو. القناة ينفع كده 85% من اللي بيشاهدين فيها مش مشتركين، ينفع كده؟ طب شكلنا ايه؟ طب عايزين نجيب ال1000 مشترك حتى يا عم، طيب عشان نقدر نتكلم نقول للناس، انا بتكسف اقول لاهلي ان انا عندي قناة على اليوتيوب، ما هقول له ايه طيب.